مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. حسنا، أنا لا أعلم ما الذي سأتحدث عنه، لكن أتمنى أن يعجبكم. تعلمون ماذا؟ شعرت منذ بضعة أيام أن الكون يشعر السلاح نحوي، كأن السماء لا تمطر مطرا، لكنها تمطر دماء، كأن قلبي الذي ينبض ليست الغيوم. بعدها قررت أن أسحب. تعلمون ماذا؟ عندما تسحبون عن التواصل الاجتماعي سيكون ذلك جيد حرفيا. لم يعد لي إلا صديقة واحدة أتحدث معها، أما الباقين لقد أزلتهم كلهم، أصبحوا بمعنى الكلمة سطحيين. فأشخاص الجامعة يجب أن يبقوا في الجامعة، وأشخاص المنزل في المنزل، وأشخاص النت في النت. لقد حاولت جعل الكثير قريب لي، لكن الجميع يبتعد، إن الجميع يتغير، وبقيت فقط أنا أعاني من كل هذه الأشياء. لقد شعرت بأن كل شيء حولي صعب 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 بمعنى الكلمة، أنني لا يمكنني دائما أن أكون أنا، أو لا أعلم كيف أجعل الأمر. قبل أيام قلت لبعض الناس بأنني تعبت، وأنني أشعر بأنني شخص نشب، شخص يحاول التواجد جبرا في علاقات الصداقة، لكن ربما ليس هكذا. لقد أفهموني هم هكذا، لكن من الجيد أن يكون لديك صديق يعاتبك، صديق يحب وجودك. لكن كيف للسماء ألا تكون جميلة؟ فأنا لا أعرف حقا صراحة إن كان الأمر جيدا أم لا يكون جيدا. أصبحت قليلة التواصل. أنا سأعمل بودكاست، ولكن ليس يخص ذائقة محددة، إنه أقرب للفضفضة. حسنا، لقد شعرت منذ سنة، لقد أصبحت في الجامعة. حسنا، ففي الجامعة شعرت بأنني مرغوبة من الجميع، أقصد الصداقات. أنا أقدس الصداقات، أحب الصداقات التي تكون بين الأنثى والأنثى، صداقات الفتيات. لكن الفتيات في الجامعة يبدون غريبات، تصرفاتهن غريبات، وجودهن غريب. أنا أحاول أن أكون مثلا أكون مع أشخاص أحبهم. عندما يتمرض أحد، أنا لا أحب أن يتمرض أحد، أعرف بأن هذا ابتلاء يبتلى به العبد ليكفر عن ذنوبه. لكن أنا عندما يمرض أحد ما أكون أكون قلقة، أشعر بالخوف. أتذكر مرة من المرات شخص ما تمرض، أنا سمعت أنه مريض، إنها فتاة معي في الجامعة، شعرت أنها مريضة. فأنا التي أصبحت مريضة. أصبحت دقات قلبي غير منتظمة، أو حينما لم تدخل صديقة الامتحان. أنا عندما أجاوب على الامتحان، أنا هذه الصديقة التي ذكرتها أنها لم تدخل، أنا حرفيا أحسها. لكن أصبح شيء غريب، أصبحت أشعر كأن كل شيء يبتعد. تعلمون كيف يبتعد؟ أنه عندما نكون نحن أنا وهم في مجلس ما، أشعر أنهم لا يرغبون بي. سمعت مرة بأنه عندما نكون مع أشخاص نحبهم
يجب أن نخبرهم بأننا نحبهم لكي لا يأكل الفضول قلبهم، خاصة أنني جاء الشك ودخل قلبي بأنهم لا يريدوني، فأصبحت أبتعد وحاليا أنا لا أملك تواصل صراحة مع أي شخص. أنا لدي برامجي تمام، لكني فقط منصة الإنستغرام قمت بحث حساباتي عليها. أشعر صراحة بالراحة حينما حذفتها. إن صفحات التواصل الاجتماعي صراحة مؤذية بشكل الأشخاص مثالي، أشخاص الذين يشكون، الذين يقدرون الصداقات. بالمقابل لدي صديقة أخرى لطيفة. حسنًا، أنا حرفيًا كنت مرة أجلس وحدي، فهي اتصلت بي وكانت تتحدث دائمًا وتقول لي كلام لطيف، وأنا أشعر بالجمال. إن الأشياء التي نشعر بها ربما تكون غريبة، لكن يجب أن نتعود عليها. أحيانًا أشعر أنني يجب أن آخذ فترة راحة طويلة. ليس هناك من يعاتبني، أنا لا أنتظر من أحد أن يعاتبني أو أن أعاتب أحد لأنه رحل. إن كانوا يريدون الرحيل فليرحلوا، لكن لا يبقوا قرباء مني. صراحة كنت أفكر في هذا الأمر، لكن اكتشفت أنني خطأ. يمكنهم أن يكونوا حولي، لكن ليسوا في حولي. كيف ذلك؟ يمكنهم دائما أن يعتمدوا علي، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سخرني لهم. أنا الشخص الذي سوف أساعدهم لأن الله سخرني لهم. فأنا لا أريد منهم شيئا، ما أريده أتمنى أن يكون عند رب العباد. تعلمون أننا لا نتخطى شيء ونحن وحدنا، لكن عندما ندرك أن الله معنا، أنه قريب منا، أقرب الأشياء لنا، ندرك بأن كل شيء حولنا سيكون بخير. قبل أيام مضى عيد الفطر المبارك، ولقد رحل العيد وبدأت الحياة الجامعية من جديد. ربما لن أداوم في أول يوم لي، وربما في الثاني سأرى الجميع الذين حولي. أنا حقًا لا أعلم كيف للناس أن تؤذي مشاعر غيرها. أنا حينما أؤذي مشاعر شخص آخر أشعر بتأنيب الضمير، أشعر كأنني فعلت شيئًا إجراميًا وأعتذر. تعلمون أن الاعتذار يزيد قدرنا لا ينقص قدرنا. حسنًا، إنه أول مقطع لي، فسيكون هناك خربطة في الكلام وبعض الأشياء، لكن أعدكم بأنه في المرات القادمة سأكتبه ويكون نطقه صحيح والأشياء صحيحة. لكن الحلقة الأولى ستكون فضفضة، سيكون في الثانية أيضا ارتجال وفضفضة، لكنني سأجعله أرتب. حسنًا، أتمنى لكم التوفيق، وأنا أحبكم جميعًا، وأشكركم لاستماعكم لفضفضتي القليلة. أحبكم جميعًا، إلى اللقاء.